السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في لمساتي. كنتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. اليوم عاوتاني جيتكم فيديو جديدة، كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تضغطي على الزر الأحمر اشتراك أو لا صابوني أو لا سبسكرايب مع تفعيل الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد، وما تنسيش أيضا تشجعيني باللايك وفرجة ممتعة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة التحضير ديال هذا الكاطو ديال التخرج أو لا كعكة التخرج. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. فهذه هديه مني لصديقه مقربه ليا، خدات الدكتوره ديالها من هذا المنبر. كنعاود نقول لها الف مبروك، والعقبه ان شاء الله النجاح من بعد نجاح، والعقبه ان شاء الله لاي حاجه تمنيتيها. فهذا الكاطو درتو لها مفاجاه، وان شاء الله غنشارك معكم طريقه التحضير ديالو، وفي نفس الوقت غنوريكم كيفاش فاجاتها به. فإلا كنتم مهتمين بالامر تابعوا معي الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. اول شيء بطبيعه الحال هو انني غنحضر لا جينواز. فكما كتشوفوا انا درت اليوم اون جينواز او شوكولا بالشوكولات، وفي نفس الوقت جينواز ثقيله شي شويه باش تهز ليا الثقل ديال عجينه السكر، لانني غنغلف الكعكه ديالي بعجينه السكر. ولا جينواز خفيفه ملي كنغلفوها بعجينه السكر كديفورما، ما كتحملش هذاك الثقل ديال لاباطا سكر. فبالنسبه للمقادير غنحتاجو ان شاء الله على بركه الله 6 البيضات، 2 كيسان ديال سنيده، 2 ساشي فاني، وقبيصه ديال الملح. غنضربوهم جيدا كما كتعرفوا حتى تطلع لينا مزيان الخليط ويتضاعف الحجم ديالو. ثم من بعد غنضيفوا عليهم 2 الكؤوس ديال الزيت، ومع الاستمرار في التحريك يعني كنبقاو نطربوا باستمرار. ثم من بعد كنضيفوا خليط ديال النواشف اللي درنا فيه تقريبا 3 الكؤوس ديال الطحين، و3 ساشيات ديال الكاكاو غبره، و2 خمارات من وزن 7 غرام. فكنطربوا الخليط جيدا. ثم من بعد كنبداو نضيفوا النواشف تدريجيا، كل مره كنضيفوا كميه وكنخلطوا مزيان حتى كتكون لينا عجينه ثقيله شويه، يعني ماشي خفيفه بزاف. وكنصبوها في مول على حسب الرغبه، يعني مربع دائري كيبقى لكم الاختيار. كندخلوها للفرن بطبيعه الحال مسخن على درجه 180 درجه، كنخليوها على الاسفل حتى كتطلع، عاد كنشعلوا الاعلى وكنخرجوها بطبيعه الحال بحال اي كيك عادي. وهذه هي لاجينواز ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. والافضل انكم تصايبوها بليله قبل باش هكذاك تصبح سهله في الخدمه اكثر. بالنسبه لاكريم باش غادي نحشيو الطورطه، فانا استعملت لاكريم موسلين. فغنحتاجو ان شاء الله نصف لتر ديال الحليب، 5 اصفار بيض، 30 غرام ديال الطحين، 30 غرام ديال النشا، 50 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال الزبده بارده من الثلاجه، و80 غرام ديال الزبده طريه بحراره المطبخ، وقبيصه ديال الملح، وساشي فاني. اول شيء غنوضعوا الحليب في كاسرونه وغنوضعوه على النار ونخليوه حتى يوصل لدرجه الغليان. ثم في هذه الاثناء غنمروا باش نخفقوا اصفر البيض مع السكر مع الفانيلا مع قبصه الملح. غنخفقوهم جيدا حتى يتفتح لينا اللون ديال صفار البيض، وفي نفس الوقت يولي الخليط سميك شي شويه يعني ثقيل. ثم من بعد غنضيفوا الطحين وغنضيفوا ايضا النشا ونخلطوه مزيان حتى يندمج لينا مع البيض. ثم من بعد غنجيبوا الحليب ديالنا. انا هنا نكهته بالقهوه، زدت واحد الملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان. ومن بعد كنضيف ثلث ديال الكميه ديال الحليب ونخلط بسرعه باش نقاد الحراره ديال البيض باش ما يطيبش ليا البيض في الحراره ديال الحليب. ثم من بعد كنرجعوا الخليط ديال البيض مع الحليب اللي خلطنا معاه كميه ديال الحليب، الخليط ديال الحليب مع القهوه، وكنوضعوا على نار جد مهيله باش يعقد لينا الكاسترد. ثم من بعد كنخليوه حتى كيتقال جيدا ويطيب لينا داك الدقيق، يعني ما يبقاش فيه مذاق الطحين، وتعقد لينا لا كريم موسلين ونحيدوها من على النار. ثم نضيفوا ليها 80 غرام ديال الزبده اللي كانت في الثلاجه. من بعد ما كتذوب الزبده كلها وتندمج مع الكريمه كنوضعوها في شي اناء وكنغطيو ليها الوجه ديالها بلوفين المونتيغ، يعني كتكون مغطي الوجه، يعني كنقيسوا به الوجه باش ما تشكلش لينا واحد القشره، وكندخلوها للثلاجه حتى تبرد تماما. عاد من بعد كنخرجوها ونضيفوا ليها باقي الزبده اللي عندنا اللي هي 80 غرام بحراره المطبخ ونطربوها. نبقاو نطربوها ونزيدو في الزبده تدريجيا حتى كتدخل معها جميع الكميه ديال الزبده اللي عندنا، وكنوضعوها في الثلاجه باش تبرد وتشد راسها الى حين الاستعمال. بالنسبه للمونتاج فمن بعد ما كتكون لاجينواز بايته ليله كامله، وهو الافضل للبنات انكم ديروها بنهار قبل وتخليوها تبات. كنقطعوها على 3، انا درت هنا فيها 3 طبقات. خديت الطبقه الاولى وضعتها في الاطار باش هكذاك نتحكم في الطريقه، يعني باش نعمر الكيك ديالي. درت الطبقه الاولى في الاطار، سقيتها جيدا بالقهوه. ثم من بعد درت فوق منها طبقه اخرى ديال لاكريم وبسطتها مزيان يعني باش يستوي لها السطح ديالها. ونعاود نفس الطريقه مع الطبقه الثانيه ومع الطبقه الثالثه. بعد ما كملت ليها المونتاج
ودخلتها للثلاجه من بعد ما غطيتها بالبابي الومنيوم باش تجمع لينا لا كريم وتجمد وتقبض في راسها على ما نوجد الكاناش. بالنسبه للمقادير الكاناش فانا استعملت 400 غرام ديال الشوكولاته السوداء مع 200 غرام ديال الكريمه. سخنت الكريمه على النار، ثم من بعد كما شفتوا راني قطعت الشوكولاته قطع رقيقه باش يذوبوا ليا في نفس الوقت، وخلطت الكريمه مع الشوكولاته وهي ساخنه وبسرعه اندمجت ليا، يعني كتذوب الشوكولاته وكتندمج. كنحطوها في الثلاجه حتى كتعقد، يعني كتولي على شكل كريم، وهكذا باش نفينيو بها الطورطه ديالنا قبل ما نغلفوها بعجينه السكر. وقاعده عامه بالنسبه للكاناش الشوكولاته فدائما كميه ديال الشوكولاته ضعف كميه الكريمه، فانا استعملت 200 غرام ديال الكريمه و400 غرام ديال الشوكولاته. في حاله استعملتوا 100 غرام ديال الكريمه غتستعملوا 200 غرام ديال الشوكولاته وهكذا. هذه هي الحلوه ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه. كما كتشوفوا الكريمه شدت راسها وبانوا الطبقات، والكاناش ديالنا حتى هو برد. فدابا غندوزو ان شاء الله باش نفينيو الطورطه ديالنا. كندهنوا الطورطه ديالنا كلها من جميع الجوانب ومن الاعلى بالكاناش مزيان، وكندخلوها للثلاجه حتى كتقبط مزيان وتشد في راسها مزيان. عاده ان شاء الله نغلفوها بعجينه السكر. بالنسبه لعجينه السكر فانا استعملت العجينه ديال السكر اللي فيها بودره الحليب وفيها ايضا حليب مركز. فكما كتشوفوا عندي 200 غرام ديال السكر كلاصي اولا سكر ناعم، عندي ايضا 200 غرام ديال حليب غبره اولا حليب بودره، وعندي حليب مركز غير محلى لان السكر من طبيعه الحال حلو، ففضلت انني ندير اللي بدون سكر. وعندي ملعقه كبيره ديال الجليكوز اولا الكورن سيراب، وعندي ايضا جوج ساشي فاني والملونات الغذائيه حسب الذوق. فكندوبوا الجليكوز مع الحليب المركز حتى كيذوب فيه تقريبا مزيان، ومن بعد كنبداو نجمعوه في الخليط يعني تدريجيا، يعني كنكبوا غير بالقياس حتى كيتجمع لينا الخليط. ثم من بعد كنبداو نضيفوا سكر كلاصي تدريجيا، يعني كميه ديال سكر كلاصي على حسب اللي دخلت لينا العجين. كنبقاو نزيدوا السكر ونعجنوا ونزيدوا السكر حتى كتولي عجينه متماسكه وما كتشدش نهائيا في اليدين. ثم كنلونوها بالملونات الغذائيه حسب الذوق، يعني على حسب الشكل اللي غتخدموا، وكنحتفظوا بها في لو فيلم اليمونتير جيدا باش ما يدخلش ليها الهواء، وعاده كنديروها في بواطه محكمه الاغلاق ونحتفظوا بها خارج الثلاجه. فبالنسبه للاشكال باش زينت الكعكه ديالي فهو قبعه التخرج والدبلوم، يعني شهاده ديال الدكتوراه. فكما كتشوفوا باش نصايب هذوك الاشكال بعجينه السكر درت مربع، يعني الغطاء ديال القبعه، ودرت الاطار درت فيه واحد الاطار ديال الحلويات عادي، وخليتهم هكذا باش يباتوا ليله كامله، لان عجينه السكر من طبيعه الحال فاش كيضربها الهواء فاكيد انها كتقصح وكتجمد، باش يحافظوا لي على الشكل ديالهم. وبالنسبه للدبلوم فكما كتشوفوا خديت قطعه من عجينه السكر بيضاء وسرحتها على شكل ورقه ولويتها باش هكذا تعطيني الشكل ديال الدبلوم، وقديت ليه البابيون ديالو باللون الاحمر كما كتشوفوا، وفرشت ليهم ورق الزبده وخليتهم هكذا خارج الثلاجه، وفي نفس الوقت يعني في الهواء الطلق معرين باش هكذا كيصبحوا ليا قاصحين. فبالنسبه لعجينه السكر ملي نبغيو نستعملوها ضروري نسخنوها شويه بالحراره ديال جسمنا، يعني كنبقاو ندلكو فيها هكذا حتى كتطلق وتولي تعطينا الطوع. كما كتشوفوا كنستخدموا اللي استخدمنا واللي ما استخدمناش مباشره كنرجعوه لو فيلم اليمونتير باش هكذاك ما تنشفش لينا وما تقصحش وتضيع لينا. كما كتشوفوا انا سرحت واحد الكميه يعني باش نغلف. كما كتشوفوا من بعد ما شدت لينا الطبقه ديال الكناش راسها مزيان فغلفنا الكيك ديالنا بعجينه السكر، وكنرشوا السكر البودره او النشا، وبعض المرات يعني ممكن نخلطوهم بجوج، كنبقاو نرشوهم ونفينيو بهذيك الاداه ديال عجينه السكر باش هكذا نحصلوا على شكل جميل للكعكه ديالنا. ثم كنغطيو سيبوره ديال الكيك، هذيك سيبوره ان شاء الله غنصايبها معكم في القناه، حتى هي كنغطيوها من السطح ديالها كله بعجينه السكر. وكما كتشوفوا البلاصه فين مكان الالتقاء ديال عجينه السكر اللي في الكعكه مع اللي في السيبوره حتى هو خبيته بهذوك النقيطات ديال لاكريم. ثم قطعت قليبات صغار ودورتهم كاع الجوانب ديال الكعكه، وجوج قليبات كبار حطيتهم في القنوته ديال الكعكه بجوج، وزينت الاطار بهذوك الزخارف يعني بلا كريم باش هكذاك حتى هو يكون متناسق مع الكعكه وما يبقاش فارغ. وهذا هو الشكل ديال الطورطه من بعد ما ساليتها. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. فكما قلت لكم البنات انا دايره على مفاجاه وما في خبرها حتى شي حاجه، هي عارضه علينا على اساس انها نجحت وحنا مشينا عادي، انا مشيت عادي بحال ما في خبري حتى حاجه، مشيت وتغديت عادي، صلينا العصر، وانا اصلا دايره مع الزوج ديالي بانه غادي نصيفط ليه ميساج غادي يجي باش ياخذني باش ناخذ معايا الحلوى. اصلا الدار ما بعيداش بزاف، ففعلا جا الزوج ديالي واستاذنتهم قلت لهم سمحوا لي واحد الدقيقه راه مول الدار
بغاني لشي حاجه صافي. وانا نمشي جيت فعلا وخديت معايا الحلوى حتى دخلت وفاجئتها بها، وفعلا تفاجات والحمد لله. داكشي اللي بغيت الحمد لله هو اللي كان. فرحات بزاف بزاف بزاف، وانا هداكشي اللي بغيت لانها عندي عزيزه والوالده ديالها عزيزه بزاف وكيستاهلوا كل خير. وكنعاود نقول لها الف 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 مبروك، والله ييسر لها في كل ما كتمنى ان شاء الله، هي وجميع بنيات المسلمين ووليدات المسلمين وكاع اللي كيحلم باي حاجه الله ييسر عليه، واللي تمنى شي حاجه في خاطره الله يكملها عليه. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وكنضرب لكم موعد كيف العاده فيديو جديده. فالى ذلك الحين كنقول لكم احبكن في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.